الأفضل إنه ما يكون هالشي على اللايفات، بيني وبينها خاص، نتفق يعني نكون أخوة، أصدقاء، أهل، أحباب، حب، غرام، هذا الشي نصطفل أنا وهي فيه. حبيتونا على اللايفات راح نظل سوا، ما حبيتونا راح ننفصل عن اللايفات كمان، بس أنا وهي راح نظل على تواصل، وأنا سندها بالبرنامج، وهي قدامها وهي تسمع. تمام؟ فأنا لازم أرضي كل الأطراف. في ناس حابة محمد القديم وفي ناس حابة محمد الجديد. ونعتبرها انه محاولة على اللايف، انه احنا نحاول اللي عدى، انه نحاول انه احنا مثلا قدامكم يعني. بس والله صعب، انا شفته بالنسبة لي صعب يعني، وهي بالنسبة لها صعب، لهيك انتوا تشوفوا فيه برود بالجو، لانه نحسب حساب الناس الموجودة. فقلت لكم لو انا تبع مشاهدات وهيك كان استغليت هذا الوضع، استغليتها، بس انا مو هيك. شو رايكم مع حسين؟ تمام، أنا قلت لك أصلا كنت رح نحكي معك في الموضوع، لأنه صراحة صار شيء بيقرف. آسفة يعني على لا ما حبيت ردود فعل الناس يعني، خاصة انه تقليد كل شيء تاخذوه بالحياة ترند. ليك صح ابو علاوي الاساس، وانا افتخر بابو علاوي، تمام، بس يا جماعة ابو علاوي مو اول حدا حب ولا اخر حدا يحب. وعلى البرنامج ابو علاوي حط انطباع حلو بالتيك توك، تمام، للناس اللي تفهم، حط انطباع حلو بالتيك توك انه ليك يا شباب تعلموا، لا تلعبوا باعراض الناس، لاقي حب، الحب حلو، انطباع حلو عن الحب، لاقي حب تفهمه ويفهمك وتعيش معه ايام وتتزوج وبالحلال. عطى انطباع حلو، فمو غلط اذا احنا اليوم نتشجع نشوف هذا المثال قدامنا ونتشجع، انا ولا غيري ولا اي شاب موجود بالتيك توك. ليش؟ الصح نقتدي فيه، اذا كان اصغر مني ولا كان اكبر مني ولا شو ما كان يكون. المشكلة هو ما يشوفوا انك تقتدي بيه، هما يشوفوا انك تقلد في الشخص هذاك. تقليد، انه انا مثلا تقليد او بدي ترند، عم قلد وبدي ترند. بس قصة وائل كانت حقيقية، ما كانت للمشاهدات، وانتم شفتوا انها حقيقية، ورحنا وخطبنا، وانا عشت اللحظات معاهم اول باول، خطوة بخطوة، وانا طلعت معه على ايطاليا وعشت اللحظات كلها، فكان حقيقي، ما كان مجرد ترند. احنا مو جماعة ترندات. الله يعطي ترند للناس اللي نيتها صافية، الله يزرع القبول بالناس اللي نيتها صافية، لأنه رب العالمين الوحيد اللي هو عارف بالنوايا. فهيك خلاص راح تشوفونا مثل الأصدقاء قدامكم عادي، والشغلات اللي بيني وبينها بيني وبينها. يمكن أكون صديقة، يمكن أكون أخ لها، يمكن أكون حبيب، ما حد يعرف. إحنا ما حددنا لحد هلا، ما حددنا على اللايف شو العلاقة اللي بيني وبينها. شو بتهالو؟ كلامي درر ها؟ كلامك ذهب ما شاء الله. انت الذهب والله، حبيناكم مع بعض. يا ودي فاش كنت تقول توا؟ ها؟ فاش كنت تقول؟ شو فاش كنت تقول؟ ما فهمت شو هي؟
كنت تقول اللي خلاص ما في ولا غزل ولا شيء. إيه خلاص غزل ما عاد فيه هيك امور كلام حلو ما عاد فيه، لانه الناس عم تفهمنا غلط، عم تشوفنا انه بصورة سيئة، يعني انه احنا شيء مقرف. هما هيك ما راح يرضيهم شيء راه. لا لا مستحيل مستحيل. ايه مستحيل يرضيهم ولا شيء. م-م. يلا مثل ما قالكم حمودة. آه لو في شيء بيني وبينه راح يظل خاص. وهذا الحكي انا من مصلحتي ومن مصلحتها، لاني مو بس عم فكر بنفسي، عم فكر فيها للبنت. لاني قلت لكم بالنهاية هي حدا يهمني. بيقولوا لي حتى كلمة حمودة غزل، مو لهالدرجة يا جماعة. اوف اوف، ما كنتم تنادوا لي حمودة؟ إيه كلكم تقولوا له حمودة، جت علي أنا. يلا خلاص وصلت المعلومة. فأنا أتوقع الكل رضيان على هذا القرار وعلى هذا الحكي. فقلت لكم أنا من البداية اللي بيني وبينها شيء عند ناس واعيين، يعني فهمتوا؟ مو شغل مراهقة مثل ما شفت بالإكسبلور كلام الناس إنه والله شغل مراهقة وما مراهقة. فكمان إحنا مو باردين ها على فكرة. بس يعني إنه في خجل وفي حاجز يعني. خلص المسلسل بكير يا ربي. هيك نهينا المسلسل، يعني ريحناكم منه كرمال ما تفكروه مسلسل أو مجرد ترند وكرمال مشاهدات. والله فينا، شوفوا فينا نطلع فيه ترند وفينا نطلع نجيب مشاهدات إذا بدنا نمثل أنا وهي، بس مو إحنا مو تبع تمثيل ولا نستخدم شخصياتنا كرمال مشاهدات. فينا نجيب مشاهدات بطريقة ثانية غير شيء اسمه حب. بس كان اللي بيني وبينها صدفة وطلعت معي صدفة، وسبحان الله يعني الناس حبت وجودها معي، ما كان شيء مخطط له يعني. أما عادي مع بعض، شو بدك بالناس، خلاص إذا بدنا نكمل أنا وياها أمورنا خاصة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.